طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. نمو 80% من شتول الحملة الخضراء في الإقليم الأوسط. دعوة لرفع إنتاج العسل في سنعفة. تنظيم معرض للأعمال الحرفية في أسمرة. تشاد تطالب من فرنسا سحب قواتها قبل نهاية يناير المقبل. بايدن يوافق على حزمة مساعدة عسكرية جديدة لتايوان. مقتل 16 جنديا بهجوم لمسلحين في باكستان. إلى التفاصيل. نجاح 80% من الأشجار المزروعة بحملة التنمية الخضراء خلال السنوات الثلاثة الماضية في الإقليم الأوسط بمشاركة المجتمع والحملة الصيفية الطلابية وقوات الدفاع بالإضافة إلى عمال المؤسسات العامة والخاصة. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد أبراهام تخلو لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن عملية التشجير الناجحة جرت منذ العام 2021 في المنطقة الممتدة من بلزة إلى المنحدرات الشرقية ومن عدن فاس إلى مايد منت وقلعي وفي منطقة مدره ومدري زاول. وأشار إلى أن الأشجار المزروعة تشمل أشجار مستوطنة وغير مستوطنة. ووجه الشكر للمؤسسات والفرق العسكرية والاتحادات والشركات والمديريات المشاركة في حملة التشجير. وأوضح تمهيد مساحة 640 هكتارا في العام 2024 على مستوى الإقليم الأوسط لأنشطة التشجير. دعت وزارة الزراعة مربي النحل في مديرية سنعفة لزيادة إنتاج العسل عبر إكثار المناحل للاستفادة من المناخ والموارد الملائمة لمنطقتهم. ودعت خبير تربية النحل في المديرية السيدة فرسلان برهاني المزارعين على استبدال الأساليب التقليدية بالطرق الحديثة لإفادة أنفسهم ومحيطهم. وذكر أعضاء جمعية مربي النحل أن المساعدات التي قدمتها وزارة الزراعة والجمعية من التدريب وخلايا النحل وغيرها من المعدات حفزتهم للدفع على شكل استثمار. وأوضح بأنهم يعملون على زيادة دخلهم من خلال استخدام المناحل المنخفضة التكلفة في المستقبل، مناشدين لتوخي الحذر في رش المبيدات الحشرية في البساتين التي تؤثر على نشاطهم. وقال رئيس الجمعية السيد إبراهيم سليمان أن الجمعية التي تأسست منتصف عام 2015 تحقق تطورا مشجعا كل عام. يوجد في مديرية سنعفة 1200 مربي نحل ينتجون ما يصل إلى 500 كنتال من العسل سنويا. يشيد في عد عتقات بمديرية ميعين سدا بتكلفة أكثر من 7 مليون نقفة. وذكر المشرف على العمل المهندس اسم الله شيماني أن السد سيخدم مياه الشرب والري مشيدا بمشاركة السكان في أعمال البناء. وأوضح أعضاء قوات الدفاع العاملين في البناء أن الجيش لهم مهام مزدوجة في الأعمال والتصدي، مؤكدين على العمل المتفاني لإنجاز أعمال البناء. افتتح في 20 من ديسمبر معرض نظمته جمعية نهضة الأعمال الحرفية في أسمرة أمام بوابة وزارة التعليم، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية. ويتضمن المعرض الذي سيظل مفتوحا أمام الجمهور حتى 31 من ديسمبر أعمالا لعضوات الجمعية 13. وقالت إحدى منسقات البرنامج السيدة ويني تسفاي لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أنهم يقدمون منتجا مختلفا كل عام، وهذا العام ينظم للمرة الثانية بعد معرض عيد الاستقلال والمهرجان الوطني. ومن جانبهم حث المشاهدون الجمعية والجهات المعنية على الاهتمام بفوائد مثل هذه المعارض.
تأسست جمعية نهضة الحرفيات في الإقليم الأوسط عام 2012 وتعمل تحت مظلة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. تخرج 259 شخصا في 20 من ديسمبر من دورة تدريبية ل16 في اللغة العربية من المدرسة التابعة للاتحاد الوطني للشباب والطلبة. والمتدربون الذين تخرجوا في الدورة السابعة هم موظفون من مختلف المؤسسات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية. تتبع المدرسة التي بدأت نشاطها في منتصف عام 2020 منهجا دراسيا يتماشى مع ثقافة وقيم المجتمع الإريتري، تم تطويره بمشاركة معلمون ومستشارون ومتطوعون من ذوي الخبرة، وتحرز تقدما جيدا ونتائج مشجعة في الوقت الراهن. ووجه ممثل الخريجين الشكر للمعلمين والاتحاد لتمكينهم من الوصول إلى مستوى الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث. وقدم الخريجون عروض تعكس المعرفة المكتسبة. درست مدرسة اللغة العربية التابعة للاتحاد الوطني للشباب والطلبة ما مجموعه 770 طالبا في 7 دورات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. طالبت السلطات في دولة تشاد من القوات الفرنسية المتمركزة في البلد الإفريقي الانسحاب قبل نهاية يناير المقبل، وهو طلب يرى الفرنسيون أنه غير واقعي بحسب صعوبة سحب 1000 جندي في 7 أسابيع. وقالت مصادر تشادية وفرنسية عديدة أن تشاد حددت مهلة لانسحاب القوات الفرنسية، حيث طلبت أن ينتهي هذا الانسحاب قبل يوم 31 من يناير 2025، وذلك بعد أسبوعين من سحب فرنسا لمقاتلاتها التي كانت متمركزة في قاعدة جوية في العاصمة التشادية إنجامينا. وكانت تشاد قد قررت يوم 28 من نوفمبر الماضي إنهاء اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع فرنسا، وبررت ذلك بالسعي نحو تحقيق سيادتها مع الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الحكومة الفرنسية بما يخدم مصالح الشعبين على حد تعبير الحكومة التشادية. ورغم أن الفرنسيين تقبلوا إنهاء اتفاقية التعاون العسكري، فإن خلافا بين الطرفين بدأ يظهر حول المهلة الزمنية الكافية لهذا الانسحاب. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 771 مليون دولار لتايوان في ظل تصاعد الضغوطات العسكرية التي تمارسها الصين على الجزيرة. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة سابقة في سبتمبر الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 567 مليون دولار. وحسب البيان، طالب بايدن قبل شهر من انتهاء ولايته من وزير الخارجية أنتوني بلينكين تسهيل إرسال مواد وخدمات عسكرية لدعم تايوان. ولم تقدم الإدارة الأمريكية تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه المساعدات. وتسلم تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبارمس من الولايات المتحدة في خطوة تعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين. وتؤكد واشنطن باستمرار دعمها الأمني لتايوان، مما يثير غضب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقد عربت بكين عن غضبها من الدعم الدولي المتزايد لتايوان، مؤكدة على تمسكها بخيار استخدام القوة لتحقيق التوحيد مع تايوان، معتبرة ذلك أمرا لا مفر منه. قتل 16 جنديا باكستانيا في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية بحسب ما أفاد مسؤولون في الاستخبارات. وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن حوالي 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخ. وأضاف مسؤول آخر: قتل 16 جنديا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في الهجوم. وأوضح أن الهجوم استمر قرابة ساعتين وطال موقعا على مسافة نحو 40 كيلومترا من الحدود الأفغانية.
وأشار إلى أن المهاجمين حرقوا وثائق وأجهزة اتصال وتجهيزات أخرى. وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم الذي يأتي ردا على استشهاد قادة كبار. أعلنت السلطات الماليزية عن استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت قبل أكثر من 10 سنوات بناء على تحليل جديد للبيانات. وتأتي العمليات الجديدة ضمن إطار محاولة حل واحدة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ الحديث، بعد أن فشلت الجهود السابقة التي شاركت فيها قوات أسترالية وماليزية وصينية في العثور على أي دليل ملموس عن مكان الطائرة. وأوضحت المصادر أن البحث الجديد سيتم بدعم من شركة ساوثهامبتون التي أطلقت مبادرة لدعم البحث في المحيط الهندي، حيث يعتقد أن الطائرة قد تكون قد سقطت. وتشمل العمليات استخدام تقنيات حديثة وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد مناطق البحث بشكل أدق. هذه الخطوة تأتي وسط ضغوط مستمرة من عائلات الضحايا والمنظمات المعنية التي تطالب بالحصول على إجابات حول مصير الطائرة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. نمو 80% من شتول الحملة الخضراء في الإقليم الأوسط. دعوة لرفع إنتاج العسل في سنعفة. تنظيم معرض للأعمال الحرفية في أسمرة. تشاد تطالب من فرنسا سحب قواتها قبل نهاية يناير المقبل. بايدن يوافق على حزمة مساعدة عسكرية جديدة لتايوان. مقتل 16 جنديا بهجوم المسلحين في باكستان. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.